السلام عليك أيها الإله الأعظم، إله الحق. لقد جئتك يا إلهي خاضعا لأشهد جلالك. جئتك يا إلهي متحليا بالحق متخليا عن الباطل، فلم أظلم أحدا ولم أسلك سبيل الضالين، ولم تضلني الشهوة فتمتد عيني لزوجة أحد من رحمي، ولم تمتد يدي لما لغيري، ولم أكن كاذبا، ولم أكن لك عاصيا، ولم أسعى في الإيقاع بعبد عند سيدي. إني يا إلهي لم أبكي أحدا، وما قتلت وما غدرت، بل وما كنت محرضا على قتل. إني لم أسرق من المعابد خبزها، ولم أرتكب الفحشاء، ولم أدنس شيئا مقدسا، ولم أغتصب مالا حراما، ولم أنتهك حرمة الأموات. إني لم أبع قمحا بثمن فاحش، ولم أغش الكيل. أنا طاهر، أنا طاهر، أنا طاهر، وما دمت بريئا من الإثم، فاجعلني يا إلهي من الفائزين. دي كانت من الأجزاء الأساسية في كتاب الموتى في بردية إني، جزء منها وهو بيخاطب الإله قبل ما يسمح لي برؤيته، ويسمى دعاء الاعتراف بالنفي. كتاب الموتى هو موضوع حلقتنا النهاردة. هو كتاب فرعوني مليان ألغاز وسحر وتعويذات، اللي أطلق عليه الاسم ده العالم ليبيسيوس، إنما هو في الأصل كان اسمه بريت إم هارون، واللي ترجمته بتعني الخروج في النهار أو الظهور في النور. وبيظن إن سبب الاسم ده هو معتقداتهم في عبادة الإله رع إله الشمس. ضحكوا علينا وقالوا إن الكتاب مجرد نصوص جنائزية بياخدها معاه المتوفي في العالم الآخر، والغرض الوحيد منها هو تسهيل رحلة العبور للعالم الآخر. كتاب الموتى وعبادة رع بيخبوا أسرار أعمق بكتير. لما تبص بعمق هتلاقي إنه بيوصف بشكل رمزي مراحل روحية وكونية. بيظنوا إن الكتاب اتكتب في عصر الدولة الحديثة، لكن الفكرة نفسها كانت موجودة في عصر الدولة القديمة. أول ظهور ليها كانت نصوص الأهرام في عصر الدولة القديمة، اللي كانت بتنقش على جدران الأهرامات زي هرم أوناس آخر ملوك الأسرة الخمسة. والنصوص دي كانت مخصصة بس للملوك وبتساعدهم للصعود للسماء، وده لأن المصري القديم كان فكره إن الملك ما إلا صورة للإله على الأرض. بعدين تطورت فكرة النصوص دي وبدأت تظهر حاجة اسمها نصوص التوابيت في عصر الدولة الوسطى، وكانت مقتصرة للأفراد من الطبقة الغنية مش بس الملوك. وبعدهم بدأ ظهور كتاب الموتى في الدولة الحديثة، وهو كتاب مكتوب على ورق بردي بالخط الهيراتيقي. من أشهر نسخ للكتاب ده هي بردية إني اللي بترجع للأسرة ال19. وأسباب شهرة البردية دي بالذات إنها كانت من أطول النسخ المكتشفة وأكملها، حيث إن طولها بيبلغ حوالي 24 متر، وبتحتوي على ما يقرب ليه 200 تعويذة، وبتتميز برسوم جميلة وزاهية الألوان ونقوش دقيقة بتوضح تفاصيل الحياة بعد الموت، وده بيجعلها تحفة فنية فريدة. وبيظهر في البردية واحد من أشهر المشاهد في كتاب الموتى، وهو مشهد وزن القلب اللي بيتم فيه وضع قلب المتوفي قصاد ريشة ماعد إلهة الحق والعدالة. ولو الريشة أتقل من القلب فالشخص ده صالح وبيدخل الجنة، ولو أخف فالشخص ده قلبه مليان بالشر وبتبتلعه آميت. وهي وحش بيصور على هيئة جسم أسد وراس تمساح وديل فرس النهر، وكل ده كان بحضور أنوبيس وسوس وأوزوريس. إني كان كاتب ملكي في طيبة، ولأنه شخص ليه مكانة عالية فحصل على نسخة فاخرة من كتاب الموتى، واكتشفت برديته عام 1888 بواسطة العالم البريطاني ويلس بوديش، وهي دلوقتي موجودة في المتحف البريطاني وأصبحت واحدة من أهم معروضاته الجنائزية. بالنسبة للفصول اللي في كتاب الموتى، المصري القديم ما كانش بيقسم الأجزاء مرقمة زي ما بنعمل دلوقتي، لكنه كان عبارة عن برديات متفرقة، وكل فصل كان ليه رقم بيساعد القارئ إنه يوصله بسهولة. كل فصل فيه جملة بتبدأه إما عنوان، هو بيفرق عن باقي الكلام لأنه بيبقى مكتوب باللون الأحمر دونا عن باقي النص اللي بيبقى مكتوب باللون الأسود، كأنه بيقول إن دي
حاجة مهمة لازم تركز عليها. أول فصل كان عبارة عن ترنيمة شروق الشمس للإله رع، وده كان بيقرأ لما الشمس تطلع الأفق، وبعده كان بيجي فصل بيمدح الإله أوزوريس اللي كان المصريين بيعتبروه ملك العالم السفلي. ومن أهم الفصول في الكتاب هي اللوحة الأولى في الفصل 15 اللي بتوصف إني هو قاعد بيلقي التحية للإله وقدامه مائدة عليها أنواع كتيرة من الطعام، وكل ده موجود قدامه كنوع من القرابين اللي بتقدم للآلهة. بيبدأ النص بتمجيد للإله رع وقت طلوعه من الأفق الشرقي، وبيتكلم كمان عن رحلة الشمس وإن رع هو اللي بيقودها كل يوم، وبيتم تمجيده باعتباره الحاكم الأعظم. نيجي نتكلم عن الحاجات الغريبة اللي في النص. النص بيأكد إن رع خلق كل حاجة من العدم، وبيتكلم كمان عن فكرة الملك الأبدي وإن رع مش بيتغير أبدا. بيوصف رحلة الشمس اليومية وكأنه حدث مقدس، وبيشير لوجود آلهة مساعدة بتساند رع في رحلته. الجزء ده من الكتاب بيعتبر واحد من أقدم وأقوى النصوص اللي بتشرح علاقة الإنسان بالمعبودات وفكرة الشمس كرمز للحياة والبعث عند المصريين القدماء. تعالوا أقول لكم بعض من النصوص المشهورة في كتاب الموت. انهض أيها الملك، لقد انتصرت خيول الشمس على أعدائك، وأحرقت الصحراء كل الضعفاء حولك. التحيات لك يا أبي أوزير، أنا حورس، جئت إليك لأفتح فمك مع بتاح ولأمجدك مع تحوت. يا أوزوريس يا ملك البعث والحياة الأبدية، اكبر روحي كما تكبر الأرض بذورها، واجعل لي نصيبا في جنات الفردوس حيث يسود السلام والنور. يا أنوبيس يا حارس الميتة، احفظني من كل عدو وساحر، ورافقني في كل خطوة عبر بوابات الظلام إلى النور. يا رع يا مصباح السماء، أنر ظلمات دبر الموت، واهدني في رحلتي عبر عوالم الليل حتى أشرك مع شروقك. افتح فمي يا بتاح يا من تملك مفاتيح الحياة، وامنحني القدرة على الكلام والأكل في العالم الآخر. ودي كمان بعض من التعويذات من كتاب الموتى. اعترافات النفي أو الاعترافات السلبية. التعويذة دي من أشهر أجزاء الكتاب، بيعلن فيها المتوفي أمام محكمة الآخرة إنه لم يسرق ولم يقتل ولم يكذب، ودي هي التعويذة اللي بدأنا بيها الحلقة. والاعترافات دي لثبات طهارة المتوفى واستحقاقه للحياة الأبدية. يا قلبي الذي ورثته عن أمي، يا قلبي الذي كان معي في الأرض، لا تقف ضدي كشاهد، لا تعارضني في المحكمة، لا تكن عدوا لي في حضرة الحاكم، لا تجعل الميزان يميل ضدي أمام سيد العالم السفلي. في التعويذة دي المتوفي بيتكلم مع قلبه وبيطلب منه ما يشهدش ضده في المحكمة قدام أوزوريس، وده لأن المصريين القدماء كانوا بيعتقدوا إن القلب هو اللي بيحمل ذكريات وأفعال الشخص، وكانوا بيخافوا إن يفضحهم لو عملوا حاجة وحشة. أنا الإله رع في شروقي، أنا ذلك الخنفساء التي تولد في الصباح، أنا الإله العظيم. في التعويذة دي المتوفى بيعرف نفسه على إنه متحد مع الإله رع إله الشمس في شروقه، بيشبه نفسه بالخنفساء اللي بتظهر في الصباح، ودي رمز للتجديد والبعث. الهدف إنه يضمن إنه يتجدد ويبدأ حياة جديدة بعد الموت. يا هذا الشاب، إذا تم استدعاؤك لأي عمل لا ترغب فيه في العالم السفلي فقل أنا لست هنا، أنا لست في أي مكان. التعويذة دي بتدي تعليمات للمتوفي إنه لو طلب منه يعمل حاجة مش عايز يعملها في العالم الآخر يقول أنا مش موجود. الهدف إنه يتجنب أي أعمال مرهقة بعد الموت. أنا
صقر يحلق في السماء، أنا أسد يزأر بين الجبال، أنا زهرة لوتس تنبض بالحياة. النص ده بيشير لفكرة قدرة الروح على التحول بعد الموت، وده بيشبه جدا فكرة التناسخ في المعتقدات الشرقية زي الديانة الهندوسية والبوذية والسيخية والطاوية في الصين، واللي بتؤمن إن ببساطة الروح مش بتموت لكنها بتنتقل من جسد لجسد في سلسلة لحياة متكررة، وإنها بترجع للحياة في جسم جديد، وده بيستمر لحد ما الروح توصل لحالة النقاء النهائي اللي بتعرف باسم مختلف حسب كل ديانة. لكن المصريين القدماء ما كانوش بيؤمنوا بنفس شكل الديانات اللي ذكرناها. وعايزة أوضح لكم بس الفرق بين البعث والتناسخ. البعث هو إن الروح بترجع لنفس الجسد يوم القيامة، وده موجود في الديانات الإسلامية والمسيحية واليهودية. أما التناسخ فهو إن الروح بتنتقل لجسد جديد كل مرة، وده هو اللي موجود في المعتقدات الشرقية اللي ذكرناها من شوية. وهنا بتنتهي حلقتنا النهاردة، لكن كل اللي اتكلمنا فيه ما يجيش حاجة من اللي في الكتاب، ولو قعدت اعمل سلسلة حلقات عن موضوع كتاب الموتى مش هيخلص، وأسراره عمرها ما انتهت. المصري القديم كان مؤمن إن كتاب الموتى هو المفتاح الوحيد للنجاة، وإن الكلمة الصح في الوقت الصح ممكن تنقذ الروح من مصير أسود. بس تفتكر ده كان مجرد معتقد ولا في حاجات مستخبية بين السطور؟ يمكن احنا النهاردة بنقرأ التعاويذ دي كأنها مجرد نصوص قديمة، لكن في زمانهم كانت مسألة حياة أو موت.